بابي لو أردت أن تدمن الطاعة في رمضان تذكر أن القلب إذا طهر أعانك الله على الطاعة وأن تقف بين يديه جل وعلا. ثم اجعل لك برنامج جميل. والله يا أحبتي، وأقولها لنفسي ولكل من يشاهدني، لو استطعنا في رمضان هذا أن ندخله بقلب نحارب فيه كل مرض منعنا وحال دون أن نصل إلى ربنا ودون أن نستمتع بالسجدة. لاحظ الآن بعضهم في أول رمضان سيقرأ 4 أجزاء 5 أجزاء، المفروض أن غدا يكون 5 والذي بعد 7. وبعضهم يا شيخ لا تطيب نفسه في العشر الأواخر إلا أن يختم في كل ليلة ختمة، يتصاعد. طيب لماذا يتناقص؟ لماذا بعد 7 أو 8 من لياليه يبدأ الضعف؟ هي مشكلة القلب. وإلا فالأصل إن الضيف إذا نزل بي وأنا أحبه إذا أراد أن يرتحل فإن قلبي يطير معه، لا تروح. كذلك أنا أتمسك به. طيب لماذا أودعه ولم يودعنا بعد؟ ما بعد وصلنا المنتصف. لذلك نقول أحبابي اليوم وغدا اجعلوا ما بقي من الأوقات الفاضلة اجعلوها عبادة من أجل العبادات. أحد أسباب أن الطاقة بعضنا وصل رمضان 6 أيام ثم سقط، ما عنده لياقة، وكل واحد لديه طاقة، والعداء إذا أراد أن يسابق يركض من 2 3. فلذلك نقول الآن أنت ابدأ بتمارين الإحماء. تمارين الإحماء في رمضان بدايات بسيطة من كل طاعة تأخذ منها غرفة من بحر هذه الحسنات. ثم أيها الحبيب أقول اجعل لك برنامج دائما يبدأ بقبيل السحر، أن تصلي 2 بعد الوضوء ثم تأكل الوجبة وتستغفر حتى يؤذن الفجر. وجميل أن يؤذن الفجر وأنت قد خرجت من بيتك. اجعل قرار دائما لك أني مع الأذان أكون في المسجد، وعند كل صلاة أقرأ قبلها وبعدها جزءا واحدا، 10 ورقات 20 وجه. أقرأ مثل بين الأذان والإقامة 10، وأحبس نفسي بعد الصلاة فأقرأ 10 فقط. بذلك مع ال5 الفروض سأصل إلى جزء كل يوم. غدا سيكون أكثر، جزء ونصف. تزيد. إن رأيت نفسك قد مللت توقف من القراءة إلى التسبيح، لأن بعض الناس يضجر. ليس رمضان كله فقط تلاوة قرآن، رمضان فيه تسبيح، فيه استغفار، فيه سماع قرآن ليس تلاوة. السماع أيضا تتنزل بالسماع الرحمة، في صلة رحم. ولذلك تجد مثلا الجلوس مع الأسرة، اتصال على أرحام، زيارة مريض. ثانيا إذا ما استطعت أن تحقق برنامجك اليومي وانخرم منه شيئا فلا يأتينك الشيطان يقول أنت ويا وجهك ما أنت بكفو أصلا رمضان، أنا لوني منك نوم وخليه. لا، عد من الغد وعد إلى مستوى الأول. أكثر المستمتعين بالصيام وتلاوة القرآن والقيام وجميع مغذيات الإيمان أكثرهم استمتاعا، ولو قلت الفترة التي يقضونها مع الطاعة هم أكثر استمتاعا من ذاك الذي لربما يطيل الطاعة لكن لا لذة في عمله. سببها أن هذا القلب سليم. اسأل الله أن يرزقك لذة العبادة وحب الخلوة به وحب مناجاته. لك دعوة مستجابة. وهنا في دعوة المستجابة يا شيخ بعض الناس يعتقدها مع التمرة التي يأكلها في المغرب. الصحيح أن الدعاء المستجاب فترة ما أنت صائم تلبس بالعبادة. اسأل الله دائما. ترى بعضنا يسأل الله زوجة، وظيفة، أبناء، مال، جيد، ربي كريم. إذن جزء واحد كثرة الاستغفار، ذكر الله كثيرا، توضأ وصل النوافل، سنة الوضوء، سنة الضحى، السواك، السؤال عن الأرحام، التبسم في وجه كل مسلم. كل هذا أيها الأحباب، كل هذا إذا أحسنت النية طاعة وعبادة.